السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اخوانا؟ انا اكتشفت امر خطير اوي في رمضان. حد سأل نفسه كده سؤال، هو احنا ليه الوساوس اللي بتجيلنا قبل رمضان هي نفس الوساوس اللي بتجيلنا في رمضان؟ مفيش حاجة اتغيرت. دماغك مش مظبوطة، تفكر تفكير مش حلو، في دماغك كده بتغتاب الناس، وده وحش وده حلو وده مش عارف إيه. نفس الوساوس ونفس الافكار اللي بتجيلك قبل رمضان بتجيلك في رمضان. ليه بقى؟ الشياطين والمرضى اللي هم الأبالسة الكبار دول، احنا اصلا ما نفرقش معاهم. احنا بالنسبة لهم يعني عوام. فاهم؟ احنا مش فارقين معاهم، يعني الناس دي ما فيش حاجة احنا بنعملها تخلي ان المرضى والشياطين دول يسلطوا علينا احنا. فعشان كده احنا اللي ماسكنا شوية الشياطين الصغيرين، هم اللي ماسكيننا طول السنة. فالمرضى تتسلسل ما تتسلسلش احنا عادي، الصغيرين دول هم اللي بيشغلونا. فهتلاقي نفس الوساوس ونفس الافكار ونفس كل حاجه هي في رمضان. مفيش حاجه بتتغير. فالكبار دول سايبين الصغيرين يعني ايه يتعلموا فينا. فاهم؟ والشغل التقيل بقى للمرضى اللي هم الشياطين الكبار بقى. ده واحد بقى، يعني واحد تقي بقى، واحد شيخ بقى زي الناس. فاهم؟ واحد مؤمن بقى. شويه المسلمين اللي زينا كده في الفاضي، مش فارق معاهم الكلام ده. ربنا يهدينا، لان احنا كده ضايعين. ربنا يستر معانا ومع الناس كلها. متنسوش تدعوا لاخواننا في غزة، ربنا ينصرهم ويعني يخلصنا من الصهاينة المجرمين دول. اللهم امين.